رافعه لهم السقايه زي ما انتم شايفين كده، وزننا والحمد لله الموازين تمام. انا ما بطمنش غير لما بوزن والاقي الدنيا تمام. القعده دي مش عارفه قاعده ليه. طيب حاطه هنا في العلبه الصغيره دي حاطه علف صغير على علف كبير للفراخ الساسو. يعني حساهم مش مسحبين قوي في الفراخ، مش ساحبين قوي في العلف الكبير، فاضطريت ان انا اعمل كده. انا بجرب التجربه دي معاكم لاول مره احط ساسو مع ابيض. مش عارفه هي هتظبط معايا ولا ايه، بس اللي خلاني مضطره اني اعمل كده المكان عندي مش مساعد. اول ما المكان يظبط بعد كده ان شاء الله هظبط الساسو ده لوحده، لان لازم كده يتربى لوحده. يعني لو هحضن عمره اسبوع بس مع الفراخ البيضه، وبعد كده انقلهم لوحدهم، لان هم صغننين خالص اهم ما بيكبروش. فربنا يسهل ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي الفتره اللي جايه. وهم شايفين اهم مقبلين على الميه، حاطه فيها الدواء. عايزه تحمي فراخك بقى من الكوكسيديا والاسهالات وكل حاجه، اهم حاجه النظافه ثم النظافه. والجير الابيض بيحمي من الفيروسات وبيحمي من الرطوبه وبيحمي من كل حاجه. نظافه وتهويه في الصيف وتدفئه في الشتاء، هتلاقي الدنيا زي الفل. والفرخ كمان لما يكون نوعه كويس معاكي هيرفع اوزان زي ما احنا رافع معانا كده الحمد لله اللهم بارك، وهيبقى الدنيا زي الفل. مش شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، صدر الفرخه بسم الله ما شاء الله حاجه جميله. طبعا هم لسه قدامهم كمان 7 ايام على ما يوصلوا عمر 30 يوم، هم عمر 26 يوم. يبقى باقي قدامهم 4 ايام ويوصلوا عمر 30 يوم. بعد ال4 ايام ان شاء الله هنوزن وهنشوف هنذبح ايه وهنسيب ايه، وممكن نسيبهم اكتر، ممكن نسيبهم اكتر عشان الدواء اللي انا بحطه لهم ده. طبعا لما نيجي نذبح في انواع اعشاب ممنوع تحطيها في الميه والاكل قبل الذبح على الاقل ب4 ايام. هقول لكم عليها ان شاء الله في فيديو جاي، ونشوف مع بعض كل فيديو ان شاء الله نتابع مع بعض ونشوف الفراخ هتبقى عامله ازاي. ودعوه حلوه منكم، ويا ريت لايك وكومنت للجميل واشتراك في القناه، وتابعوني وان شاء الله هتلاقوا عندي كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.